وقلت مع احترامنا لكل الناس اللي اتذكر اسمائهم، وانا رافض الاساءه طبعا ليهم جدا جدا. ولقيت حمله غريبه جدا على الكابتن خالد وعليا وعلى الكابتن احمد الخضري وعلى المستشار، وبيقولوا ان ازاي كابتن خطيب اتشتم. كابتن خطيب ما شتمش يا جماعه، هو كان بيرد على اساءه المهندس عادل القيعي، وبيقول انا اللي هو بيقول له يلهث، وهو بيقول اسال اللي واخد 250 مليون. فاللي ممكن يجاوبنا على السؤال ده المهندس عادل القيعي، احنا ما نعرفش اي حاجه عن القصه دي. لكن طبعا كل الاحوال احنا طبعا بنرفض الكلام ده، وبنرفض اي خروج على النص يا جماعه، عشان احنا بنتكلم هنا في الرياضه. ممكن انتقد، ممكن انتمي لفريق معين، ممكن اقول اي حاجه، ممكن اقول اللاعب بتاع الفرقه دي افضل من لاعب الفرقه دي، لكن احنا ما نقدرش نغلط في اي حد، وما نقدرش نساء لاي شخص في البرنامج. فبالكم لما يبقى الاساءه لاسطوره الكره المصريه الكابتن محمود الخطيب. اخيرا طبعا انا وبرنامج بتاعي وطاقم الاعداد وقناه ال سي كل الناس ليها تقدير واحترام للجميع، وارفض التطاول على اي حد، وبرضه ارفض التطاول على المهندس عادل القيعي. لكن حبيت انا اكد تاني انه مفيش اي تطرق لاسم رئيس النادي الاهلي، ولم يزج اسمه على الاطلاق. وايضا انا بعتذر لجميع المشاهدين على ما حدث من الفاظ صدرت بحق البعض يعني. ولكن انا شايف ان الكابتن محمود الخطيب اسمه ما جاش خالص في المداخله امبارح، وشايف ان كان الموضوع خد حجم اكبر من حجمه. وانا قلت مره والثانيه والثالثه ورابعه احنا بنعتذر على اي اساءه لاي حد هنا من داخل